السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي. اليوم عندنا وصفة عشاء سهلة وقصة رائعة. أولا نبدأ لكم بالوصفة سهلة خلاص. عندنا حبيبات تاع الطماطم هذوك درتهم صلصة، طيبتهم وكنت أضفت لهم ثوم، فلفل كحل، كمون وكركم وزوج ورقات تاع الرند وشوية تاع الزيت وخليتهم يطيبوا. من بعدها رحت للحبيبات تاع البطاطا تاعي، قصيتهم دوائر ومن بعد حطيتهم في المول وستفتهم فوق بعضهم وحطيت لهم كاس تاع الماء. نعرفوا باللي صلصه ما تاع الطماطم راح تجي شويه برك، ماش راح تكفيني اني تطيب لي البطاطا ديريكت، ما لازم نزيد هذاك الكاس تاع الماء. واذا كان ما حبيتوش ديروها، حبيتوا انها تكون فيها طعم القليان، انا حبيتها تكون اقل يعني صحيه اكثر، يعني مادام باه نقصوا شويه علينا الزيوت الدهون المهدرجه. حبيت نطيبها ديريكت في الفرن. زدت لها كما قلت لكم الماء، ومن بعد قطعت زوج انواع تاع البصله، حطيت البصله هذيك الكعابر وحطيت البصله تاع الريش. انا نحبها هكاك مش طايبه، حبيتوا طيبوها مع الطماطم باه تكون صلصه متكامله، انا نحبها بالطريقه هذه. وبعد حطيت البصله، بعد ما حطيت البصله فوق البطاطا تاعي حطيت حبيبات تاع السردين واضفت هذيك الصلصه بعد ما طابت لي، اضفتها فوق الوجه تاع السردينه وحطيتها في الفرن طيب. دركا نخليكم نتوما تشوفوا المراحل تاع هاد الوجبه كيفاه درتها، وارواحوا قولوا لي على سر السعاده وش هو. يا سوره، احنا سعداء ولا تعساء؟ يا هالدرا احنا نعرفوا معنى السعادة ولا نعرفوا وصفة السعادة؟ هذا يحكيو على تاجر عنده ولده كان معيشو في بذخ، وكان معيشو في راحة مادية، كان عايش لاباس عليه. بصح هذاك الطفل كان ديما متذمر وديما قلقان وديما مش فرحان وديما مش عاجبته روحه. شافوا باباه كيما هكاك سقساه، قال له ولدي نتايا علاه ديما قلقان، علاه ديما مش عاجبتك حتى حاجه، علاه ديما ماكش قابل للوضع تاعك؟ قال له يا ابي، قال له انا نحوس نعرف طعم السعاده، نحب نحس بطعم السعاده. قال له راح نبعثك عند حكيم وهو راح يدلك على طعم السعاده ولا وصفه السعاده. مشى هذاك الشاب، بعتو باباه ومشى الى هذه القريه تبعد عليهم ب40 يوم مشي. كي وصل للقريه هذيك ومنهك وتاعب، سقس الناس يا جماعه شكون يعرف الحكيم اللي عنده سر السعاده؟ قالوا له راهو يسكن في اسفل الجبل، تقدر تروح ليه، كاين قصر ثم، هذاك هو القصر اللي يسكن فيه الحكيم. راح هذاك الشاب ومن بعدك يوصل قدام القصر لقى طوابير تاع الناس، هذيك ثاني الجماهير الغفيره تاع الناس هما ثاني قاعدين يحوسوا على سر السعاده ولا طعم السعاده ولا وصفه السعاده. بقى يستنى زمان في الداله تاعو حتى وصلت، ومن بعد كيدخل عند الحكيم حكى له حكايته وقال له يا حكيم انا نحوس نعرف سر السعاده، وصفه السعاده وش هي، حاب نحس بطعم السعاده. قال له شوف، قال له انا ما عنديش الوقت بركه، قال له ارجع لي بعد ساعتين. هذاك الشاب جا راح قاعد راح يخرج من القاعه، قال له حبس اعطيك حاجه، اعطاه ملعقه وحط له فيها 2 قطرات تاع الزيت، قال له وانت رايح الدور في القصر، قال له استحفظ بالقطرتين تاع الزيت هادو ورجعهم لي بعد ما تكمل الساعتين تاعك. راح هذاك الشاب ودار في القصر، تعرف اللي يطلع في السلالم ويدخل في الدهاليز، وراح للحديقة ودخل وشاف، لكن هو طريق كاملة وين كان التركيز تاعو؟ كان التركيز تاعو على ثمن معرفة السعادة، والثمن اللي كان يهزو هما هذوك 2 قطرات تاع الزيت، لازم يرجعهم للحكيم باه الحكيم يعطيه سر السعادة. بعد ما كملوا الساعتين رجع عند الحكيم وسقساه الحكيم، قال له شفت القصر تاعي وش مليح؟ عرفت هذوك الزرابي منين جايبهم؟
اللي كنت نفرجهم راني جايب من ارض بابل. قال له الكتب تاعي، شفت المكتبه تاعي واش كبيره؟ قال له عندي آلاف من الكتب والمجلدات المرقمه ترقيما منظما. قال له في القصر تاعي كاينه حديقه، احسن الحدائق على وجه الارض هي الحديقه تاعي اللي في قصري. تبهدل الشاب وما لقى ما يقول له. قال له لا بصراحه ما شفتش. قال له ما انتبهتش للتفاصيل هذه. قال له انا كنت مركز مع الملعقه والقطرتين تاع الزيت باه ما يسيحوليش. قال له الحكيم مالا عاود ارجع دور وشوف لي تفاصيل القصر، ركز لي مع الزرابي اللي جبتهم من ارض بابل. قال له شوف لي المكتبه والترقيم تاعها، وركز لي في تفاصيل الحديقه، وبعد ساعتين ارجع لي. نفذ الشاب الهضره تاع الحكيم ورجع له بعد ساعتين وهو مندهش ويحكي له على التفاصيل اللي شافها في القصر وعجباته. ولهنا الحكيم قال له هي وين راحوا القطرتين تاع الزيت؟ ثم انتبه الشاب اللي راهو سيح الزيت تاعو من الملعقه. قال له سيحتم. قال له يا بني هذا هو سر السعاده، إن سر السعادة أن ترى روائع الدنيا وتستمتع بها دون أن تسكب أبدا قطرتي الزيت. وش هما قطرتي الزيت اللي هذا المقصود بهم؟ هما الصحة والستر. ربي يدوم علينا إن شاء الله ويدوم عليكم الصحة والستر. مادام عندنا الصحة والستر الحمد لله، هما المعنى الحقيقي للسعادة. هنايا حكايتنا خلصت وعشانا وجد، وإن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا من الوصفة ومن الحكاية، وتخبروني يا ربي تعجبكم، ودمتم سالمين.